كل حاجة في الدنيا ليها تمن، بس المهم هتقدر تدفع التمن ده؟ القرية اللي أنا عايش فيها مليانة خير وعندنا كل حاجة، بس ده مش ببلاش، في تمن بندفعه. التمن ده هو أرواحنا. زمان قريتنا كانت فقيرة وكان عايش فيها ساحر. أهل القرية طلبوا منه يساعدهم في زيادة الرزق. وافق وعمل عهد بين أهل القرية وكيان شيطاني، زيادة الرزق مقابل قربان بنقدمه كل سنة. آخر أسبوع في كل سنة بنسميه الأسبوع الأسود، وده اللي بنقدم فيه القربان. بنقدم واحد مننا كقربان، وكلنا في الأسبوع ده بنلبس أسود ومستنيين الموت. في الأسبوع ده اللي بيحلم إنه بيقدم قربان بيبقى هو ده اللي عليه الدور في تقديم القربان. لما صحيت من النوم وشفت أبويا مهموم عرفت إنه حلم بالقربان. قلت له: حلمت بإيه؟ قال لي: حلمت إني بقدم أختك قربان. لا أختي لا، أنا أروح مكانها أو نمشي ونسيب البلد. مش هينفع، لو مشينا وسيبنا البلد هنموت كلنا. استنيت لي بالليل وخدت سلاح ورحت الجبل، المكان اللي بنقدم فيه القربان. وقفت على باب الكهف وقلت بعلو صوتي: أختي لا، خدني مكانها، بس هي لا. محدش رد عليا. استجمعت شجاعتي ودخلت الكهف وسمع أصوات همسة حواليا في كل مكان. في آخر الكهف شفت عرش وقاعد عليه كيان اسود ضخم. ما فكرتش لحظة، رفعت السلاح وضربته بالنار، ما ماتش. ضربته تاني برضه ما ماتش. فجأة لقيت 1000 ايد بتمسكني وتكتفني بسلاسل حديد. والشيطان ده بيقرب مني وبيقول لي: انت مش مسموح لك تدخل هنا الا لو كنت انت القربان. غلطتك كبيرة وعقابك هيكون اكبر، وهتفضل معايا هنا عشان تشوف كل اللي بتحبهم بيموتوا قدامك. من الرعب والخوف ما قدرتش اتنفس حتى. تاني يوم وانا متكتف ومش قادر اعمل حاجة، شفت اختي وهي داخله الكهف منهارة ومرعوبة، وشفتها وهي بتتذبح قدام عينيا. الحكاية دي حصلت من 5 سنين، وانا بحكيها لكم عشان النهاردة يوم تقديم القربان. والقربان المرة دي مش عادي، قربان النهاردة تبقى أمي.